مين مننا ما بيحبش الكنافة؟ وبالذات لو كانت الكنافة بالقشطة، واي حد بيحبها على فكرة وبيحب ياكلها، بس في ناس كتير ما بتحبش تعملها في البيت وبتفضل تشتريها من بره. بيخافوا يعملوها لان ممكن بيخافوا ان هي تنشف منهم. انا النهارده هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة، من هنا ورايح مفيش كنافة هتنشف منكم في البيت. والطريقة اللي انا هعملها النهارده بسيطة، مش مكلفة خالص، سهلة وبسيطة، والادوات بتاعتها او الحاجات بتاعتها موجودة عندك في البيت. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. هنا في الفيديو ما شاء الله الكنافة طالعة جميلة ولونها حلو، على فكرة الكاميرا ظلموها بس هي لونها حلو خالص. هنجيب نص كيلو كنافة بمعدل 500 جرام. هنبدأ نقطع الكنافة نص كيلو. هنقطعها بالسكينة، لو عندك كبة اعمليها يعني اعمليها فيها، قطعيها فيها. هي بتبقى اصلا الواحد بيجيبها وبيحطها في الفريزر، وبعد كده بيعملها بايده، بيعملها بالسكينة على اي حاجة، في كبة، في خلاط، زي ما تحبي. وبعد كده حطيناها في بولة. تبداي برضو تعمليها بايدك برضو للناس اللي مش هتعرف تعملها بسكينة مثلا او مش عندها كبة، اعمليها بايدك برضو. انا بوريك الطريقتين. بعد كده بتسيحي لها كوبايه سمنه كبيره. عايزه برضو تبع ما تحبي، بس انا هنا عامله كوبايه سمنه كبيره، السمنه بلدي، سيحتها. وفي هنا سكر لبن بودره، آه، سكر بودره، معلش عفوا. هنحط معلقتين من على الكنافه، معلقتين من السكر البودره. هنحط السكر البودرة. يفضل سكر بودرة عشان الخشن مش يفضل في الكنافة كده. والسمنة بلدي بقى تقدري تستغنيها برضو سمنة من بره النبي عادي، اللي بره دي في المحلات عادي، ما فيش اي مشاكل. بتبداوا بقى تبسوها زي اكنكم بتبسوا كحك بايديكوا بقى، بمعلقة، باي حاجة. بتفضل بالطريقة دي، بتكون السمنة متخللها كلها زي ما انتوا شايفين اهو على ايديا كلها. تحس ان هي السمنه باينه فيها كده، باين خالص وهي في البوله. بعد كده هنبدا نعمل الشربات. الشربات بتاعنا بقى لازم يكون تقيل. شربات الكنافه معروف ان هو تقيل. هنعايره بالمج اللي انا موريها لكم في الفيديو ده، او بكوبايه اللي تعايري بيها. كوبايتين سكر، وكوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه. شربات الكنافه بيكون تقيل. وبتحط عليهم معلقه عسل نحل، لو مش موجود عادي برضو مفيش اي مشاكل. هنا انا حطيت كوبايتين سكر وكوبايه ميه، واول ما يغلوا بنحط عليهم عصرة ليمونة. برضو هنعملهم مع بعض. هنا نص كيلو لبن، نص كيلو كنافة معاك نص كيلو لبن عشان نعمل القشطة الكدابة، احنا بنسميها قشطة كدابة يعني. اللي هي نص كيلو لبن، معلقتين عليهم معلقتين نشا، معلقتين سكر، وبنقلبهم بالمضرب اليدوي. ولما يغلوا بيكون القشطة كده تقيلة وكده، هنبدأ بقى نحشيها في الكنافة. هنا اهو انا ضربتها بالمضرب اليدوي، وهحطها على النار. واول ما بتغلي بس بتكون هي دي القشطه اللي بنسميها القشطه الكدابه. هنا بقت تقيله اهي. اول ما تبرد مثلا شويه هنبدا نحطها مع الكنافه. هنا الشربات برضو، كوبايتين السكر على كوبايه الميه، عصرنا اول ما غلى عصرنا عليه عصره ليمونه وحطينا معلقه عسل نحل. بس ما فيش اي حاجه كده، عملنا الشربات وعملنا القشطه الكدابه. وبسينا الكنافة أكننا بنبس كحك كده بالسكر البودرة الناعم بالسمنة. هنا بقى انا موريكم كم يعني حاجة تحشوا حطوا فيها الكنافة. انا هنا استخدمت اللي قدامكم ده، بسميها بولة صغيرة او حاجة تقدروا تستخدموا اي كوباية، اي طبق صغير عندكم المتوفر عندكم. هنا انا عملت الكنافة زي ما انتم شايفين كده، رفعت طرفها من الجناب وحطيت من الارضية بتاعت البولة او الطبق الصغير. وبعد كده بنحط فيها القشطه من النص زي ما انتم شايفين في الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين كده حطيتي معلقه معلقتين تبع ما تحبي. وبعد كده بتغطيها من فوق بالراحه، ومش تضغطي قوي يعني، يا دوب بطرف ايدك كده زي ما انا بعمل بالظبط بس. وبعد كده بتدهني الصينيه سمنه او ماده دهنيه من ارضيه الصينيه. وبعد كده بتقلبي عليها البوله دي او الطبق ده. هنا زي ما انتم شايفين ما بتضغطيش قوي، هتنزل معاكي بكل سهولة، ما فيش اسهل من كده. انا دهنت الصينية سمنة، وبعد كده بتقلبي فيها الطبق.
تطلع بالشكل الجميل اللي قدامكم ده. سهله، وصفه سهله وبسيطه وما فيهاش اي تكاليف، وكلها متوفره عندك في البيت. وطريقه جديده للكنافه، تقدري تقدميها في العزايم، في العزومات بتاعتك. بتكون شكلها حلو ولطيف برضو، غير لما تكوني مقدماها قطعه وكده. انا هنا بعمل معاكم واحده تانية برضو، عشان خاطر تقدري برضو تعمليها لو انتي في البيت وكده، برضو عشان تشوفها حلو. هنا برضو عمال رفعتها من الجناب، هبدأ احط فيها القشطة الكدابة، او القشطة هنسميها برضو قشطة وكده. القشطة بس هي عبارة، يعني احنا ممكن نسميها حلويات او كده يعني عندنا، او مهلبية. هنا برضو عملتها بالطريقة دي، وهبدأ اقلبها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. كده قلبتها، هبدأ بقى اعمل بقى، هعمل معاكم واحدة كمان برضو، وبعد كده انا هعملها الواحدة اكملها، وبعد كده بقى هتدخلها الفرن. هنا برضو انا عملت واحدة تانية. هي على فكرة ما بتاخدش وقت جد، بصي ما بتاخدش معاكي 10 دقايق بالكتير خالص، مكوناتها بسيطة مش مكلفة. ما شاء الله جميلة، هتحبوها خالص بالطريقة دي. طعمها بيدوب في البق كده، ما شاء الله جميلة خالص. هتعجبكم الوصفة دي. هنا برضو انا عملتها برضو نفس الطريقة بالظبط. انا يعني القشطة في النص، وبتغطى عليها بالراحة، ما بتضغطيش عليها، بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بس انا بالنسبه لي بحب الطريقه دي خالص خالص، بتبقى جميله والولاد بيحبوها وبتبقى تحفه. بس تحطيها بقى. انا كده انا عملت الصينيه الاولانيه، وبعمل في صينيه تانية برضو، وهكمل انا باقي الكميه وكده بالطريقه دي هكملها. هنا هتطلع بالشكل ده. هبدأ بقى احطها في الفرن. هتقدري بقى لو عندك فرنك فيه مروحة تشغلي من تحت، بتاخد لون من فوق ومن تحت. هتقدري لو عندك تشغلي من تحت، وبعد كده تشغلي الشواية. لو فرنك بيشتغل من فوق ومن تحت برضو بيشتغل وبيطلع بالطريقة دي. هنا الكاميرا ظلمة على فكرة، هي اغمق من كده كمان ولونها احسن من كده، بس ما شاء الله هي طالعة جميلة وحلوة خالص. هنبدأ بقى، هي بتكون سخنة والشربات بيكون بارد. هنبدأ نحط عليها بقى الشربات. وهي سخنة كده. الشربات بتاع الكنافة بيكون تقيل زي ما انتوا شايفينه كده، وبتكون الكنافة هي اللي سخنة. هنبدأ نرش عليها بقى. تبدأوا بقى تحطوها بقى، تغطوا عليها بالصينية اللي انتوا عايزينها طرية ولا حاجة. تغطوا على الصينية دي مثلا بصينية تانية او بفوطة او حاجة، بتفضل طرية. لو عايزينها مثلا ناشفة كده وبتكون فيها يعني سنة قرمشة وكده، بتسيبوها زي ما انا عاملاها كده بالظبط. انا هنا بقى قدمتها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة الجميلة دي. تقدروا بقى تقدموها بأي طريقة على السفرة أو أي مكان أو في أي حاجة. وبعد كده بقى لو عندك فستق، يعني بتصحنيه وتحطيه على وشها. عندك سوداني، عندك حاجة. أنا هنا عندي سوداني. أنا هنا عملته، رشيت عليها شوية سوداني على كل واحدة. طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تجربوا الوصفة دي، سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتعجبكم. ولو عندكم ولاد هيحبوها خالص، هياخدوا القطعة هيكتفي بيها يعني وكده. ما شاء الله طالعة جميلة. انا هنا بوريكم الشكل طالع تحفة خالص.